برع في الأدوار التاريخية والدينية أشرف عبد الغفور فنان من طراز فريد. يعتبر الفنان الراحل أشرف عبد الغفور واحد من أهم رواد الدراما الدينية المصرية، وهو والد الفنانة ريهام عبد الغفور. وعلى مدار مسيرة فنية اقتربت من 60 عام، قدم أشرف عبد الغفور خلالها العديد من الأعمال الدرامية، حيث برع في لعب الأدوار التاريخية والدينية من خلال الدراما التلفزيونية. ويصادف اليوم الذكرى 83 لميلاد أشرف عبد الغفور، حيث إنه مواليد سنة 1942. استعرض معاكم دلوقتي أبرز الأدوار اللي قدمها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور. أول الأدوار دي كان عمرو بن مضاد، حيث جسد أشرف عبد الغفور شخصية عمرو بن مضاد، والد بنت المضاد التي تزوجها إسماعيل عليه السلام من خلال مسلسل محمد رسول الله الذي عرض سنة 1980، ويستعرض حياة عدد من الرسل والأنبياء. تاني الشخصيات كان سعيد بن جبير، كما أبدع أشرف عبد الغفور في لعب دور العالم الكوفي سعيد بن جبير في مسلسل عظماء التاريخ سنة 1995. يتناول المسلسل السير الذاتية لبعض الشخصيات العظيمة في التاريخ الإسلامي مثل الحسن البصري وعروة بن الزبير. كمان جسد شخصية الإمام البخاري في دور الإمام البخاري في مسلسل أئمة الهدى، وشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم طارق الدسوقي وحلم فودة وأشرف عبد الغفور وفاروق نجيب وعثمان محمد علي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج حمدي النبوي. وجسد أشرف عبد الغفور شخصية موسى الهادي أحد حكام الدولة العباسية من خلال مسلسل هارون الرشيد سنة 1997. كمان أبدع أشرف عبد الغفور في تجسيد دور الإمام مالك أحد الأئمة الأربعة من خلال مسلسل يحمل نفس الاسم والذي عرض سنة 1980. كما أتقن أشرف عبد الغفور تجسيد شخصية الفخر بن عساكر سلطان العلماء من مسلسل أئمة الهدى سنة 1987. وكان آخر أعمال أشرف عبد الغفور هو مشاركته في مسلسل حرب الجبالي الذي عرض مؤخرا. أخيرا تولى أشرف عبد الغفور منصب نقيب المهن التمثيلية لمدة 3 أعوام متتالية من سنة 2012 حتى سنة 2015. وتوفي أشرف عبد الغفور في 3 ديسمبر 2023 إثر تعرضه لحادث سير على طريق القاهرة الإسكندرية عن عمر ناهز 83 عام، تاركا وراءه إرثا فنيا يحتذى به للأجيال الجديدة.